عنه مواجهة مع قوات الأمن واعتقال عدد من عناصر الحزبين وقيادتيهما. وقال مسؤول أمني بوحدات التدخل إن مجموعة من شباب الحزبين أصابت عون أمن بجروح في مستوى الرأس خلال محاولة تسلق أسوار مقر الوزارة للاعتصام داخلها بالقوة ولقاء المسؤولين بوزارة حقوق الإنسان حول ملف شهداء الثورة وجرحاها. وأضاف أن عناصر من الحزبين من بينهم صلاح الدين كشك ومريم نور المسؤولان الأولان في الحزبين قد تم اعتقالهم ونقلهم إلى منطقة الأمن بباردو للتحقيق معهم بسبب العنف والتشويش في الطريق العام وتعطيل حركة المرور. يذكر أن حزب القراصنة حصل على الاعتراف القانوني في شهر فبراير الماضي، لكن الحزب التونسي لا يزال دون ترخيص قانوني.